هالايام قاعد احس ان الكويتي يقوم من النوم وعلى طول يضيق خلقه. بالفتره اللي طافت معظم اخبار الكويت سلبيه وتضيق الخلق، ما يدي يطلع لنا خبر واحد ونيس الا 60,000 خبر سيء يرد يحبطنا مره ثانيه. بس يا جماعه الخير، ضروري نكون واعيين ان هذا بس جانب واحد من الكويت. السلام عليكم، معاكم اوس برحمه، مصور وصانع افلام، عمري 15 سنه، وبهذا الفيديو احب اوريكم جانب اخر من الكويت. عمري 10 سنوات. 17 13 سنة. 16 18 18 11 14 16 17 13 10 سنين. شاركت في أكبر البطولات، منهم بطولة العالم للسباحة، بطولة العرب، وبطولة الخليج. أهلت فريق النهائي في أكبر بطولة في الخليج. حققت المركز الأول في بطولة موتوكروس في بريطانيا. حصلت على أول ميدالية ذهبية لدولة الكويت في البطولة العربية للجمباز الإيقاعي. فزت في أكبر بطولات بادل في الكويت. شاركت في بطولة العالم في إيطاليا مع منتخب الكويت. حزمت مع كسر السلطانية العمانية في دار الأوبرا في مسقط. حاصل على 19 ميدالية على مستوى الكويت، منها 9 ذهبيات. صورت إعلانات حق أكثر من شركة كبيرة. انتشروا مشاريعي في كذا دولة، منهم هندوراس واليابان وفيتنام. السنة اللي طافت كنت أصغر مشارك للمترو 25 في الكويت. مصنفة رقم 1 في بكاتا تحت 14 سنة. عزفت في مركز جابر الأحمد الثقافي. كنت أول مبارزة كويتية تشارك ببطولة العالم. حاصل على المركز الثاني مرتين في بطولة العالم. اليوم أمثل الكويت في بطولات عالمية ومحلية مع المنتخب. حصلت الذهبية في بطولة اسكتلندا للجوجيتسو. أنا من أول لاعبين ومؤسسين لعبة سكيت بورد في الكويت. أول مهرجان أفلام شاركت فيه فزت بالمركز الأول. تخيلوا وياي اللي شفتوهم قبل شوي اكبر واحد فيهم عمره 19 سنه، وانتم عاد سمعتوا انجازاتهم. هذه الاخبار اللي تفتح النفس، هذه الاخبار اللي تمثل ديرتنا وترفع الراس. يا جماعه الخير، انا مو قاعد اطلب المساعده منكم ولا الدعم، انا بس قاعد اسلط الضوء على الجانب اللي كلنا مفروض نحتفل فيه ونفتخر فيه. مثل ما خلونا نركز على الاخبار السلبيه، خلونا كلنا نحتفل ونفتخر في هذا الجانب العجيب. يعطيكم العافيه، السلام عليكم.